شاب ذكي مغربي يصدم العالم والعالم الإسلامي بالخاص، لأنه هو يصنع أول صور ذكي ليقرأ القرآن للمكفوفين. هذا الاختراع يتم تبنيه في من أول مكة المكرمة والمدينة إلى جميع الأمة الإسلامية. خلينا نشوف مع بعض هذا الإنجاز الخرافي، لكن ما تنسوش تكتبوا تحت رقم مقترحات ونشوفوا المقطع في كل مكان، وتوصلوا 100 ألف مشترك على طول. Let's go. أن قطعة إلكترونية صغيرة ومبتكرة لا يتجاوز حجمها كف اليد يا أخي شنو هذا؟ شاب جدا صغير في العمر، ما شاء الله. وبميزانية تكاد تكون معدومة، تفوقت اليوم على مشاريع مليارية وشركات عملاقة في تقديم حل تقني مذهل وجذري لمعاناة يعيشها الملايين حول العالم. كيف يمكن لشاب مغربي لم يتجاوز 19 من عمره أن يصدم كبرى مختبرات التكنولوجيا ويخترع بمفرده ما شاء عينا الله. ثالثة تقرأ وترى وتتحدث بكل طلاقة؟ وما هو السر العجيب وراء هذا السوار الذكي الذي سيجعل المكفوفين يقرؤون القرآن الكريم ويمشون في الشوارع المزدحمة بكل استقلالية وأمان تام دون الحاجة لأي مساعدة من أحد؟ مشاهدينا، نحن اليوم أمام قصة استثنائية تثبت أن العمر مجرد رقم، وأن العبقرية لا تعترف بحدود، وأن الرحمة بالإنسان هي أعظم دافع للاختراع. ففي مدينة أكادير المغربية وفي أحد أحياء إنزكان آيت ملول، كان الشاب أنور بوحميد جالسا يفكر: كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون عيونا لمن فقد بصره؟ لم تكن البداية مفاجئة، بل كانت امتدادا طبيعيا لموهبة نادرة، حيث سبق له أن اخترع عصا ذكية تساعد المكفوفين على عبور الطريق بسلام. إلا أن أنور شعر بأن العصا وحدها لا تكفي، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر الذي تزداد فيه الرغبة في قراءة القرآن والكتب الدينية، وتزداد معها حاجة الإنسان إلى الخلوة مع كتاب الله دون وسيط. وهنا ولدت الفكرة الأعظم: ما شاء الله. ماذا لو صنعت لهم عينا صناعية تلبس في اليد، قادرة على قراءة أي نص وتحويله إلى صوت، بل وحتى رصد العالم من حولهم؟ هكذا وبإمكانيات بسيطة وطموح لا حدود له، استطاع أنور في غضون شهر واحد فقط أن يحول الخيال إلى واقع ملموس. ابتكر سوارا ذكيا قد يبدو للوهلة الأولى قطعة إلكترونية عادية، لكنه في الحقيقة جوهرة تكنولوجية متكاملة. هذا السوار الذي يلبس في المعصم مثل الساعة الرياضية يخفي بداخله قوة هائلة، فهو مزود بكاميرا دقيقة ومستشعرات ذكية تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي، ومتصلة لاسلكيا بهاتف المستخدم عبر تقنية البلوتوث. تخيل معي هذا المشهد الإنساني الرائع: شخص كفيف يخرج من منزله في نزهة رمضانية، يمر بجانب لوحة إعلانات مكتوب عليها موعد الإفطار، فيمرر يده برشاقة، فتقوم الكاميرا بمسح النص، وفي ثوان معدودة تهمس السماعة في أذنه بصوت واضح تقرأ له المحتوى. أو تخيله جالسا في المسجد ينتظر صلاة العشاء، فيمسك بالمصحف الشريف بطريقة برايل التي تعلمها بصعوبة، لكنه هذه المرة يمرر السوار فوق الآيات، فينطلق الصوت العذب يقرأ له سورة الكهف وكأنه يراها بعينيه. هذا ليس خيالا علميا، بل هو واقع يعيشه الآن من سيحظون بهذا الاختراع المذهل. يا سلام. لكن الإبداع الحقيقي في جهاز أنور لا يتوقف عند حدود القراءة فقط، فالسوار الذكي وكأنه صديق وفي لا يكتفي بترجمة الكلمات، بل يراقب العالم من حول صاحبه. فالمستشعرات المدمجة فيه والتي تعمل بتقنيات مشابهة لتلك المستخدمة في أحدث الأبحاث العالمية لأنظمة الوعي المكاني تقوم برصد المحيط بدقة متناهية، فهي تتعرف على الأعمدة وأعمدة الإنارة والسلالم وحتى الأشخاص الذين يسيرون في الاتجاه المعاكس. إذا اقترب خطر كسيارة مسرعة أو حفرة في الرصيف، يصدر السوار نغمة تحذيرية فورية تهتز في معصم المستخدم ليبتعد عن الخطر قبل وقوعه. والمثير للدهشة حقا أن هذا الشاب صنع هذا الجهاز المتطور باستخدام قطع إلكترونية بسيطة نسبيا من نوع الأردوينو وكاميرات تجارية، لكن العقل المدبر الذي صمم الخوارزميات والبرمجيات هو من صنع الفارق.
اعتمد أنور على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل النص إلى كلام، وهي تقنيات أثبتت فعاليتها في تطبيقات عالمية مثل نافي سينس الذي طورته جامعة بنسلفانيا، والذي يستخدم نماذج لغوية كبيرة لتحديد الأشياء بدقة فائقة. لكن أنور ذهب خطوة أبعد، فهو لا يريد لاختراعه أن يظل مجرد قارئ نصوص، بل يحلم بتحويله إلى رفيق ذكي حقيقي. في خططه المستقبلية الطموحة يكشف الشاب المخترع عن نيته لتزويد السوار بتقنية التعرف على الوجوه. تخيل معي كم هو رائع أن يتمكن الكفيف من معرفة أن الشخص الذي يقترب منه ليصافحه هو والده أو صديقه المقرب، بمجرد أن يلتقط السوار صورته يخبره إن باسمه شاء عبر الله. السماعة. أو تخيل في موقف آخر أن يستطيع التنقل في الليل بثقة وأمان بفضل كاميرا الرؤية الليلية التي يخطط لتطويرها، ليصبح السوار قادرا على رصد الحواجز حتى في الظلام الدامس. ولأن الطريق إلى الكمال لا يخلو من عقبات، فإن أنور يعترف بصراحة أن التحدي الأكبر الذي يواجهه ليس تقنيا بل ماديا. فالقطع الإلكترونية المتطورة التي يحتاجها مثل الكاميرات عالية الدقة أو المستشعرات المتقدمة أسعارها خيالية في الأسواق. هذه المشكلة ليست حكرا على المخترعين الشباب فقط، بل تواجه حتى الفرق البحثية الكبيرة في الجامعات صحيح. المرموقة. ففي الصين على سبيل المثال طور فريق بحثي كلبا إلكترونيا ذكيا لمساعدة المكفوفين، لكن تكلفة إنتاجه تبقى عالية جدا. والفارق هنا أن أنور يعمل بمفرده بتمويل ذاتي وفي غرفته الصغيرة، مما يجعل إصراره معجزة بحد ذاتها. أنور بوحميد هذا الشاب الذي يذكرنا بقصص العلماء المسلمين الأوائل الذين خدموا البشرية بإبداعاتهم، يوجه رسالة أمل لكل الشباب في وطنه والعالم العربي. رسالته تقول: لا تنتظر الدعم لتبدع، بل صحيح. أبدع لتستحق الدعم. فهو لم ينتظر أن تأتيه المساعدة من أحد، بل بدأ بما هو متوفر لديه. وإذا نظرنا إلى السياق العالمي نجد أن الاهتمام بهذه التقنيات يتزايد بشكل هائل. فوفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، هناك أكثر من 43 مليون شخص في العالم يعانون من العمى الكلي، وما يقرب من 300 مليون آخرين يعانون من ضعف البصر الشديد. وهذا يعني أن سوق هذه الاختراعات واسع جدا والحاجة إليها ملحة. وما يميز اختراع أنور أيضا هو توقيته الروحي، ففي شهر رمضان تتضاعف الرغبة في العبادة والتقرب إلى الله، صحيح. وقراءة القرآن هي أحد أهم هذه العبادات. تخيل الفرحة التي تغمر قلب رجل فقد بصره منذ سنوات عندما يتمكن لأول مرة من قراءة القرآن وحده دون مساعدة أحد. أو تخيل سيدة كفيفة تريد قراءة أذكار الصباح والمساء وهي تطبخ، فتكتفي بتمرير سوارها على الكتاب ليقرأ لها. هذا هو المعنى الحقيقي للتكنولوجيا الإنسانية. وأنور لا يخفي طموحاته الكبيرة، فهو لا يريد فقط مساعدة المكفوفين على القراءة، بل يريد أيضا حمايتهم من أخطار الطريق بطريقة أكثر ذكاء. فهو يخطط لتطوير الخوارزميات ليتمكن السوار من التمييز بين أنواع المركبات، فليس كل ما يتحرك في الطريق يشكل نفس الخطر. فالإنسان يحتاج إلى تنبيه مختلف عندما تقترب منه سيارة صغيرة مقارنة بحافلة ضخمة صحيح. أو شاحنة عملاقة. مشاهدينا، والله يا شباب أتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا المقطع. شيء جدا خرافي والله. الكلمة اللي قالها اللي هي لا تبدع، يعني أبدع كي حتى تستحق الدعم، ما تستحقش الدعم أو ما تنتظرش الدعم لكي تبدع. ما شاء الله، شيء جدا خرافي يكون عندك هذه القامات وهذه المواهب. لازم يتم استغلالها، لازم يتم دعمها طبعا. أتمنى تكونوا استمتعتوا. اكتبوا تحت رأيكم واقتراحاتكم وشاركوا المقطع في كل مكان. مع السلامة.